تخيل تسمع صوت تحريك الكراسي أو تحريك العفش جاي من فوقك بعد نص الليل، وكأن الجيران اللي فوقيك بيحركوا العفش بتاعهم ويرتبوه في وقت متأخر زي ده. غريبة مش كده؟ طيب لو انت اللي ساكن في آخر دور أصلاً ومفيش حد تاني فوقيك، أو لو البيت اللي انت ساكن فيه بتاعكم ومفيش سكان تاني فوق، وتسمع نفس صوت تحريك الكراسي والعفش جاي من فوقك بعد نص الليل لمدة 8 أيام، ده في حاجة غلط بتحصل. تعالوا أقول لكم الحكاية كلها، ولكن قبل ما نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، عايزين منكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان اللي جاي كله رعب. المهم، جمال شاب بسيط من المنيا شغال حداد في ورشة صغيرة على قد حالها، شاب مكافح بيشتغل على قد يومه وإيده متشققة من النار والحديد والشقة اللي بيشوفه في شغله كل يوم. وبالرغم من كده فجمال شاب هادي ورايق وبيعدي يوم بيوم. والورشة اللي شغال فيها جمال بعيدة عن البيت اللي ساكن فيه حبتين، ولكن جمال ما عندوش مشكلة في الموضوع ده علشان صاحب الورشة عم صبري راجل كويس جدا وطيب وبيحب جمال قوي. فعلى الرغم من ان جمال بيدفع شوية في المواصلات وبيهد وقت اطول وهو رايح وهو راجع، الا انه ما عندوش مشكلة. ولكن في يوم من الايام جمال يتفاجئ ان عم صبري بيعرض عليه انه يسكن في الشقة اللي فوق عم صبري، وعم صبري اصلا ساكن فوق الورشة، لان البيت اللي فيه الورشة متكون من 4 طوابق. الطابق الأولاني اللي فيه الورشة، والدور اللي فوقيه الشقة بتاعت عم صبري وعيلته، والشقة اللي فوقيها فاضية واللي فوقيها فاضية. فعم صبري كان عاوز جمال يأجر منه الشقة اللي في الدور الثالث، وقال له يا عم لو على الإيجار بتاعها فأنا هاخد منك حاجة رمزية. قال له اشمعنى يا عم صبري يعني؟ قال له علشان الفترة اللي جاية أنا هسافر أنا وعيلتي، وعاوز أسيب لك الورشة أنت وكريم علشان الشغل اللي جاي كتير. المفروض إن كريم ده شغال قبل جمال في الورشة، وهو الدراع اليمين لعم صبري، ولكن ما بيباتش في البيت اللي فيه الورشة، بيبات في بيته عادي. فعم صبري كان عاوز يوفر على جمال المواصلات والوقت اللي بياخده وهو رايح وهو جاي، وفي نفس الوقت علشان يبقى تحت الورشة يخلص الشغل براحته وهو وكريم وبعدين يطلع ينام. المهم جمال وافق، وبعدها بكام يوم جاب الحاجات بتاعته اللي هيحطها في الشقة ويبات فيها. وفي اليوم ده عم صبري سلم مفتاح الشقة لجمال، وبرضه سلم الشغل اللي هيخلصه هو وكريم في الورشة، وخد بعضه وخد عيلته وسافر. جمال خد حاجته وطلع للشقة فوق، لقاها شقة قديمة وعلى قد حالها، والحيطان بتاعتها متقشرة شويتين، باين يعني إن الزمن جه عليها، ولكن ما يضرش. قال لنفسه أهو أي حتة تسترني وخلاص، وحط الحاجات بتاعته وبدأ ينظف الشقة في اليوم ده، وخلص الشغل بتاعه في الورشة هو وكريم في الورشة تحت، وطلع علشان ينام. الساعة تيجي 2:15 بعد نص الليل، وجمال كان بيحاول ينام، بدأ يسمع أصوات غريبة جاية من الدور اللي فوق، أصوات عفش بيتحرك، كراسي كأن حد بيشدها وبيجرها. كان في بالفعل ناس فوق بتحرك العفش. هو في حد ساكن فوق وعم صبري بهليش ولا ايه؟ ده المفروض ان الشقة اللي فوقية فاضية، مفيش حد تاني في البيت تاني. الصوت فضل مستمر، وكأن الناس اللي فوق بتحرك في العفش باستمرار، يعني بعد ما بيسكت بيرجع تاني. حتى الصوت ما كانش عالي قوي، لأنه كان فاكر إن ممكن يكون عم صبري عطى مفتاح الشقة اللي فوق لحد وساكن فيها وبيحرك العفش. المهم في الليلة دي نام عادي، وتاني يوم الصبح نزل خلص الشغل بتاعه مع كريم في الورشة تحت، واليوم عدى على خير، وجمال طلع علشان ينام. وفي اليوم ده جمال بدأ يحلم بكوابيس أول مرة في حياته يحلم بيها. حلم إنه هو على السرير في صوت جايله من فوق، صوت الكركبة والتخبيط والكراسي، ولكن مصاحب معاه لصوت تاني جايله من ورا ظهره بيقوله ما تطلعش، اوعى تفكر تطلع. وكأن في حاجة في الحلم بتحذره إن هو ما يطلعش للدور اللي فوق، ولا يحاول يعرف الأصوات جاية منين. ومرة واحدة جمال يقوم مفزوع من النوم وهو عرقان، والمية مالية السرير لدرجة
إن هو ما كانش قادر يشتغل في اليوم ده الصبح. ولما نزل مع كريم شافه إن هو متغير ومش على طبيعته، وحكاله اللي حصل. قال له طب خلاص، انت ارتاح النهاردة وانا هشيل الشغل عنك. وفي اليوم ده جمال سأل واحدة في المنطقة اسمها أم نبيل. أم نبيل دي هو يعرفها من تقريبا 2 سنين بحكم إن هو شغال في الورشة من زمان، وأم نبيل كانت بتعز جمال جدا. المهم بدأ يحكي معاها وبيقول لها هو الدور اللي فوقية ده كان مين اللي ساكن فيه؟ قالت له اشمعنى يا جمال؟ قال لها أصل حصل معايا كذا كذا. الست أم نبيل استغربت من كلامه وقعدت تنصحه فيه وتقول له إن كل مكان بيبقى فيه عمار ساكنين فيه، وإن أكيد الشقة اللي فوقيك دي فيها عمار ساكنين، وبلاش تأذيهم أو تزعجهم وخليك في حالك، هم أصلا مش هيأذوك، انت بس ممكن تسمع شوية أصوات ولكن مش أكتر من كده. قال لها يعني أسمع الصوت كل شوية وأنا ساكت واسيبهم يعني ويقلقوني ويخلوني مش عارف أنام؟ قالت له كل ما تسمع الصوت ده بالليل قول بسم الله واقرأ قرآن وخلاص، ما تعملش أي حاجة تاني. ولكن جمال ما كانش قادر يستحمل وقرر إنه هو يطلع بنفسه للشقة بالليل ويشوف الصوت جاي منين وإزاي. وبالفعل أول ما بدأ يسمع الصوت الساعة 2 بالليل خد معاه كشاف وجنزير وشاكوش وطلع للدور اللي فوق. وإذ بجمال يتفاجئ إن الدور مقفول بالقفل. بالفعل بدأ يترعب أكتر، الشقة مقفولة والصوت بيجي من جواها، يسمع تحت، ولكن شجع نفسه وفكر إنه يكسر القفل ويخش. وكل ما يحاول إن هو يفتح القفل قبل ما يكسره يفتكر الحلم والصوت اللي بيقوله ما تطلعش، اوعى تفكر تطلع، وكأن في حاجة في الحلم بتحذره إن هو ما يطلعش للدور اللي فوق ولا يحاول يعرف الأصوات جاية منين. ومرة واحدة جمال يكسر القفل بالفعل ودخل للشقة، وبدأ يمشي بالكشاف وهو بيدور على أي أثر للصوت، ويلاقي بالفعل تراب على الأرض خفيف وفي آثار لكراسي مجرورة عليه، والكرسي يبقى موجود في المكان اللي اتشد فيه، يعني معنى كده إن حد كان بيجر الكرسي. ريحة التراب مالية المكان وريحة صدى غريبة، وفي نص الأرضية كان في خطوط غريبة كأن برضو حاجات كانت بتتجر. وعلى الرغم من إن جمال شجاع جدا وما كانش بيؤمن أصلا بحاجة اسمها جن أو سحر أو عفاريت، إلا إنه كان مرعوب لأول مرة في حياته بالطريقة دي وهو بيستكشف الشقة. وبيقول إن هو لما وصل عند الشباك المقفول لقى فيه آثار كف بني آدم جنب الشباك على الحيطة. الآثار دي كأنها جديدة لأن معظم المكان مطرب وآثار الكف هي اللي واضحة. جمال كان بيترعش ومرعوب وحاسس إن في حد معاه في الشقة، ولكن إزاي وهو اللي فاتحها؟ وفي حاجة من جواه كانت بتخليه يكمل استكشاف في الشقة، ويلاقي كرسي حديد شبه اللي موجود في الورشة تحت بس متكسر في الأوضة الصغيرة. وشاف برضو آثار حريق موجودة في الأوضة دي، والأوضة دي بالذات اللي حس فيها بإحساس غريب ما حسوش في الشقة كلها. ولما شاف آثار الحريق افتكر الكلام اللي قاله كريم عن الحريقة اللي حصلت في البيت، وبعدها الراجل مات ولكن مش من الحريق. جمال ما قدرش يستحمل الرعب وقرر ياخد بعضه ويطلع بره الشقة فورا. وبعد ما طلع حاول إن هو ينسى اللي حصل، ولكن أبدا ما قدرش ينام ولا دقيقة، دماغه هتنفجر من التفكير وقلبه بينبض بسرعة والعرق بينزل منه، والكوابيس بقت يومية. بيحلم بقى إن هو داخل الشقة ونفس السيناريو اللي حصل معاه في الواقع وعمله في الشقة فوق بيحلم بيه يوميا، وكأن في كائن بيطلع له في الشقة يخضه. يقوم من الكابوس مفزوع وحياته بقت عبارة عن رعب في رعب. والأصوات بتاعة تحريك العفش بدأت إن هي تهد وتخف ولكن ما تمنعتش، بيسمعها شبه يوميا. المهم يعدي كام يوم وصاحب الورشة عم صبري رجع من السفر اللي كان فيه، وهنا بقى جمال ما صدق قعد يعيط وهو بيحكي له على اللي حصل. فعم صبري استغرب وبدأ يتضايق من جمال إن هو فتح الشقة من غير ما يقوله. وعم صبري مرضيش يحكي لجمال اللي حصل مع الحداد اللي كان قاعد في الشقة دي فوق، وكأن عم صبري بيخفي حاجة عن جمال مش عاوزه يعرفها بيها. وجمال وقتها فضل يتأسف لعم صبري إن هو فتح الشقة من غير ما يقوله، ولكن قال له أنت كنت مسافر وأنا ما كنتش عارف أنام من كتر الأصوات والفضول اللي خلاني أعمل كده.
ولكن جمال قرر إن هو ما يباتش ولا ليلة تاني في الشقة اللي تحتيها. لكن للأسف حتى بعد ما جمال ساب البيت ده خالص ورجع للبيت اللي كان عايش فيه مع أهله، لسه كل فين وفين بيسمع نفس صوت تحريك العفش أو تحريك الكراسي جاي من فوق، مع إن البيت اللي هو قاعد فيه مع أهله مفيش أي حد ساكن فوق. ولحد النهاردة جمال مش قادر يقرر هل الصوت اللي هو بيسمعه في بيت أهله ده بيسمعه بجد، ولا عقله الباطن هو اللي بيخليه يسمع كده بسبب اللي حصل معاه في الكام يوم في بيت عم صبري. وبس يا سيدي، عرفني بقى رأيك في الموضوع، وعرفني لو انت حصل معاك نفس الموقف وبتسمع صوت تحريك العفش أو تحريك الكراسي، ولا عمرها ما حصلت معاك وسمعت الصوت الغريب. ونهاية الكلام، سلام.